السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة هنتعلم طريقة تحويل رمل البناء لتربة خصبة غنية ينفع نزرع فيها. طبعا في كتير مننا ما يعرفوش ان رمل البناء ما ينفعش يتزرع فيه مباشرة زي ما هو بالطريقة دي، لأنه أول حاجة فقير للعناصر الغذائية اللي بيحتاجها أي نبات. هو يعتبر عامل زي كده التربة، ما فيهاش اي عناصر ولا اي غذاء للنباتات بتاعتنا سواء بذور او شتلات هنزرعها. عشان كده هنعرف ازاي نحوله لتربة ينفع نزرع فيها وتكون صالحة للزراعة. اول حاجة بنجيب الرمل اللي احنا عايزينه وبنغسله جيدا، نفتح له المية بنغسله عشان لو فيه اي شوائب او اي اتربة ناعمة ضارة تتشال منه. هنغسله ازاي بقى؟ هنحط فيه المية ونسيبه حوالي ساعة، وبعد كده نرمي المية ونرجع نغسله تاني ونشوف النتيجة بتاعتنا. لازم نقلبه كويس ونغسله جيد. اي شوائب بقى ولا اي حاجة نشيلها منه. ممكن نشيله ونحط في المية كذا مرة. هسيبكم نرجع لكم بعد ساعة ونشوف النتيجة ايه. رجعنا لكم بعد غسيل الرمل زي ما شفناه في اول الفيديو، وبناخد الرمل اهو بنصفيه كويس. ممكن نسيبه ينشف، ممكن نعمله على طول، بس الافضل ان احنا نسيبه في الشمس شوية عشان يجف برضه. خدنا معانا الرمل بالطريقة دي زي ما انتم شايفين اهو. اللي احنا محتاجينه بقى ايه؟ يعني قصاد التلت رمل وده التلت تربة زراعية وسماد عضوي التلت برضو زي ما انتم شايفين كده. ده تربة اهي. ده الرمل هنستبعده لانه مش مغسول، وناخد الرمل المغسول معانا ونحطه على التربة. بعد ما جهزناها بنقلبه كويس مع التربة الزراعية او التربة الطينية. التربة الطينية عشان تحتفظ بالماء وفيها برضو بعض العناصر، وطبعا السماد العضوي عارفين انه فيه العناصر اللي النبات بيحتاجها. اما الرمل فبيعمل نسبة تهوية عالية لجذور النباتات اللي احنا بنزرعها. وبكده دي التربة الزراعية نقدر نزرع فيها. دي ان شاء الله افضل تربة نقدر نزرع فيها. في النهاية اتمنى من حضراتكم دعم الفيديو بلايك وكومنت واشتراك للقناة، وشكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.